هاي يا صحابي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ تعالوا اقول لكم ازاي نحول بقى الجبنه بيضاء لساندوتش مشبع جدا ويقعدنا شبعانين لاطول وقت ممكن. واقول لكم كمان ان هي وجبه حلوه قوي بعد التمرين. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب. يلا بقى بينا على الوصفه. كل اللي هحتاجه افوكادو، وهحتاج طماطم وليمونه وهوت صوص. والجبنه بتاعتي انا استخدم هنا جبنه ملح خفيف. هنا بستخدم الافوكادو، ببدا ان انا اقطعها لاربع تربع، وباخد هنا ربع منهم وابدا ان انا اقطعه زي ما انتم شايفين كده. والافوكادو من اكتر الحاجات المهمة جدا كدهون صحية ومشبع بشكل مش هتتخيلوه. بتحطوه في اي حاجة بيبقى مشبع جدا، وممكن نحطه على السلطات وبيبقى لذيذ قوي مع البيض كمان والجبنة. بيبقى حلو قوي. بس اقول لكم بقى اكتر حاجتين بيبقوا مهمين جدا مع الافوكادو، هو الليمون. انا هنا استخدمت نص ليمونة، والهوت صوص. اكتر حاجتين بيخلوا طعمه حلو جدا. لو جربتوه قبل كده ولقيتوا طعمه معجبكوش، جربوه بالطريقة دي، وانا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. وبعدين بدأت بقى ان انا اقلب كل الميكس ده على بعض، وحطيت عليه هنا رشة من الكمون. وده اختياري، هي رشة بسيطة قوي علشان بس ما يمررليش طعم الافوكادو. وبعدين هنا بدأت ان انا اجيب الطماطم. طبعا شلت الجزء اللي من فوق، وهبدأ بقى ان انا اقطعها لشرايح كده علشان استخدمها واحطها فوق الجبنة. نوع الجبنة اللي أنا استخدمتها هنا هي جبنة ملح خفيف. استخدموا نوع الجبنة اللي تحبوه، وطعمه بيبقى كمان لذيذ قوي مع الأفوكادو. وبدأت بقى ان انا اجيب هنا الطبق بتاعي، واول حاجة جبت توست حبة كاملة وحمصته الاول. وبدأت ان انا احط عليه الافوكادو اللي انا عملته، وحطيت عليه كمان الطماطم. وقطعت بقى الجبنة لكيوبس زي ما انتوا شايفينها كده. وبجد حاجة كده سوبر تيستي، والاهم ان هي هتشبعكم وقت طويل قوي. هو بس الساندوتش اللي انتوا شايفينه ده بس بجد قنبلة شبع. حطيت عليه رشة من الزعتر، وقدمته بقى مع النسكافيه بتاعي. هستناكم بقى تجربوها وتقولولي فضلتوا شبعانين مدة قد ايه. وكمان اللي ما بيحبش الافوكادو لازم يجرب الطريقة دي. وبس كده، اشوفكم في ريسيبي تانية. باي.